يا أهلا بالفيلموية. بتبدأ أحداث الفيلم في سنة 1823 على جزيرة بورنيو، وبنشوف ساعتها مجموعة من الأفراد اللي عايشين في القبيلة دي اللي اسمها دياك إيبان، وكانوا بيطاردوا شخص بس من قبيلة تانية لحد ما بيقدروا إن هم يطاردوهم لفترة طويلة، وبتتم محاصرتهم على حافة المنحدر. بعدها بنشوف واحد من الناس اللي كان بيتم مطاردتهم اسمه لانج، وكان واضح عليه إنه شجاع جدا، وبيطلع سكينة وبيقرر ان هو يقاتل افراد قبيلة دياك إيبان. وبنعرف منه كمان ان هو جاهز ان هو يقاتلهم كلهم واحد ورا التاني. مش بس كده، لا ده كان جاهز انه يقطع رؤوسهم، علشان دي عادة معروفة عند القبائل في بورنيو ان هم يقطعوا رؤوس الخصم في وقت المعركة. بس بعد فترة قليلة زعيم قبيلة دياك إيبان اللي اسمه ساندي بيتقدم وبيمسك لانج ده ويهزمه ويقطع راسه على طول، وده معناه ان هو شجاع جدا ومفيش حد بيقدر يقف قدامه. وبنشوف في القرن ال18 ازاي القبائل ديت عايشة في بورنيو في مجموعات ومنازل كبيرة في الوقت ده تحديدا. وبنشوف ساندي ازاي كان مهتم بافراد عيلته وبيحافظ عليهم دايما، وكان عنده طفلين، واحد اسمه ميلينج والتاني اسمه لينجا، وكان بياخدهم وهم صغيرين الغابة علشان يتدربوا على القتال ويقدروا ان هم يكتسبوا خبرات قوية تساعدهم ان هم يحافظوا على حياتهم. وفي نفس الوقت كان في بنتين، واحدة اسمها مينا والتانية اسمها سيا، وكانوا هما الاتنين صحاب ميلينج ولينجا، وبيتحركوا هما الأربعة وبيروحوا عند الشلال، وبيتفقوا ان هما يفضلوا دايما مع بعض وفي ظهر بعض ويساعدوا بعض دايما للأبد. وبعدها بنشوف ميلينج بيدي مينا هدية علشان خاطر يثبت لها هو بيحبها ازاي، وهي بتقدر تستقبلها منه لان هي عارفة ان هو فعلا بيحبها. وبعدها ميلينج بيتأخر ومش بيرجع، وساعتها هم بيكونوا قلقانين جدا عليه وبيخرجوا علشان يدوروا عليه في القبيلة كلها علشان خاطر يعرفوا هو موجود فين، ومش بيقدروا يلاقوا ليه اي اثر. وبعد شوية بيرجع مع باقي اخواته واصحابه، وكانت امه متضايقة منه جدا وبتضربه، وكانت امه عمالة تضربه جامد، واخوه لينجا بيحاول انه يدافع عنه وبياخد الضرب منه لحد ما بيجي ابوهم ساندي، وكان متضايق ان لينجا اتضرب وكان متعور كتير وهو بيحاول يدافع عن اخوه من قدام امه. ورغم ان ابوهم ساندي هو اللي كان مهتم بلينجا، الا ان الام ما كانتش مهتمية خالص، وده اللي بيخلينا نفهم ان الواد ده كان طفل بالتبني. ساندي شافه في الغابة لما كان صغير وقرر انه يتبناه ويرعاه ويعتبره زي ابنه. عشان كده بنفهم ان امهم كانت بتعامل ميلينج معاملة مختلفة شوية عن التاني، بس جوزها قال لها احنا لازم نكون منصفين في المعاملة. وتاني يوم ساندي كان بيعلم ابنه ميلينج فنون القتال، اما الواد التاني كان تعبان وابوه بيقوله ان السلاح اللي معاه ده موجود عليه عدد الناس اللي هو قدر ان هو يغلبهم بالسلاح ده. بعد شوية بيجي واحد اسمه رانجي مع افراد القبيلة بتاعته، وبنعرف انه اخو لانج اللي اتقتل في اول الفيلم، وكان قادر ان هو يتغلب على كل افراد العصابة والقبيلة دي، لكن واحد منهم مسك ميلينج ابنه وهدده انه هيقتله. وساعتها ساندي كان عايز ينقذ ابنه وبيخلي العصابة دي تقتله، وساعتها رانجي قطع راس ساندي قدام ابنه. ومن ساعتها وكان ميلينج نفسه ينتقم من اللي عمله كده في ابوه. بتعدي السنين الحزينة على ميلينج لحد ما بيكبر هو واخوه مينا وسيا، وكانوا كلهم في سن البلوغ دلوقتي. وفي نفس الوقت كان لسه ميلينج مش قادر ينسى وفاة ابوه، وكان بيحس بغضب شديد جدا، وعلشان كده كان عايز ينصب فخ علشان ينتقم من رانجي. واخوه بيقول له خلي بالك الفخ اللي انت بتعمله ده ممكن يسبب الاذية لناس كتير جدا. بس ميلينج ما كانش عاجبه الكلام ده، وكان عمال ينصب في الفخ وبيتجاهل كل التحذيرات اللي اخوه كان بيقول له عليها. وفي ليلة من الليالي زعيم قبيلة دياك إيبان بيتكلم مع الشباب اللي موجودين في القبيلة، وبيقول لهم ان انتوا لازم تثبتوا لي شجاعتكم، وده عن طريق ان انتم تقدروا تتخلصوا من الاعداء بتاعتكم وتقطعوا راسهم، واللي هيعمل كده هيبقى هو المحارب الحقيقي. في اليوم التاني الشباب بيروحوا الغابة علشان خاطر يعملوا زي ما زعيم القبيلة قال لهم، لكن ميلينج بطنه بتوجعه وبيرجع اخوه لينجا معاه. وبعدها بيلاقوا قدامهم كهف وبيقرروا يفضلوا فيه الليلة. وفي اليوم التاني بيكملوا رحلتهم في الغابة، وفي الرحلة بيواجهوا تعبان سام، وميلينج ما سابش التعبان اللي لما قتله وقطع راسه زي ما كان والده بيعلمه. وفجأة تعرضوا لهجوم من أشخاص تانية من قبيلة مختلفة، بس لينجا قدر انه يتصدى للخصم اللي كان قدامه ويقضي عليه.
وده لأنه عنده مهارة كبيرة جدا في فنون الدفاع عن النفس. أما ميلينج كان بيتعرض لمعركة مع خصم من الواضح عليه إنه كان قوي، وده اللي كان بيخليه يواجه صعوبة في محاولة التصدي للخصم القوي ده، وساعتها كان الخصم على وشك إنه يخلص عليه، لكن ساعتها بيقدر إنه يستخدم راس التعبان اللي كانت معاه ويخليه يعضه، وبالتالي السم بدأ ينتشر في جسمه. ولما كان المفروض يقطع راسه كان متردد علشان خاطر الحادثة اللي حصلت مع أبوه والطريقة اللي مات بيها، لكن أخوه لينجا بيقدر إنه يساعده وبيقطع راس الخصم وبيديها له. بيرجعوا القبيلة وهم معاهم الراس بتاعت الاتنين اللي قتلوهم، وبيتم إعلانهم محاربين حقيقيين، وبيتم رسم وشم على جسمهم كنوع من الشرف، وده اللي خلى مينا تقع في حب ميلينج، وتم عمل حفل زفاف ليهم بحضور الزعيم الخاص بالقبيلة. وفي نفس الوقت كانت قبيلة رانجي بتشتكي من نقص الطعام، وعشان كده كانت بتحاول تغزو أراضي القبائل الأخرى لسرقة الطعام منهم، ومن بينهم قبيلة داك إبان اللي من المعروف عنها إن فيها أراضي كتير خصبة ومنازل كبيرة. وقتها كان بيحاول رانجي يتواصل مع مجموعة من القراصنة علشان يساعدوه في السيطرة على قبيلة داك إبان، وعرف شوية من الشباب في القبيلة اللي كان رانجي بيحاول إنه يعمله، علشان كده بيتجمع المحاربين الحقيقيين في القبيلة استعدادا للهجوم. وبدأت المعركة، وكانت قبيلة رانجي قادرة على تحقيق الفوز بسبب مساعدة القراصنة ليهم، وكان ميلينج على وشك إنه يتم القضاء عليه لحد ما جت خطيبته مينا وساعدته لإنقاذ حياته. وقدر لينجا ساعتها إنه يخلص على زعيم القراصنة، وده خلى رانجي يعرف إنه مش هيقدر يحقق أي مكاسب في المعركة، وعشان كده قرر الانسحاب وتم طرده من الأراضي فورا. وفي يوم من الأيام لما كان ميلينج بيحاول الاسترخاء، استقبل طرد غريب اكتشف وجود راس خطيبته مقطوعة في الطرد، وكان فاكر إن رانجي هو المسؤول عن اللي حصل ده، وعشان كده راح لوحده للقبيلة وقتل عدد كبير منهم لحد ما عرف يوصل للي قتل خطيبته في النهاية وكان عايز ينتقم منه. وساعتها رانجي قال له إنه مقاتل حقيقي وطول حياتي ما قتلش واحدة ست أبدا، لكن ميلينج ما كانش مصدقه، وفي نفس الوقت شاف ميلينج راس والده متعلقة، وده خلاه يشعر بالغضب الشديد، رغم إن رانجي يقدر يتفوق على ميلينج بسهولة في المعركة، لكن رانجي كان سكران، وده اللي خلى ميلينج يقدر إنه يخلص عليه ويقطع راسه. وبيرجع ميلينج للقبيلة وهو معاه راس أبوه ومعاه راس رانجي، وساعتها بيتم إعلانه إنه زعيم المحاربين الحقيقيين في القبيلة دي. ورغم كده في يوم التتويج كان ميلينج شايف أخوه وهو لابس إسورة في إيده، الإسورة دي بتاعت خطيبته مينا اللي اتقتلت، وساعتها كان شاكك إن أخوه ممكن يكون هو اللي عمل كده. والأمور بتتعقد كمان لما بيعرف من سيا إن أخوه كان بيعامل مينا معاملة وحشة، وده معناه إن هو اللي قتل مينا، وعلشان كده ميلينج كان عايز ينتقم وما كانش قادر يصدق اللي بيحصل. ورغم اللي كان ميلينج عمال يعمله إلا إن أخوه لينجا كان مقرر إنه مش هيضرب أخوه خالص، وكان عمال يتفادى الضربات بس، لحد ما ميلينج بيقع في فخ من الفخوخ اللي هو كان عاملها شخصيا. وساعتها أخوه بيحاول ينقذه ويخرجه من الفخ ده، وكان أخوه عمال يقوله إنه مش هو اللي قتل مينا، لحد ما بتيجي سيا وبتشوف زعيم المحاربين الحقيقيين وهو في الحالة دي بعد ما وقع في الفخ. وسيا بتقول إنها هي اللي قتلت مينا لأنها كانت بتحب ميلينج من لما كان صغير، بس هو ما كانش بيحس بيها خالص، علشان كده هي قررت تنتقم من مينا. ولما لينجا بيعرف الحقيقة بيكون عايز ينتقم من سيا، بس أخوه ميلينج بيمنعه وبيقول له افتكر إن أبوك قال له إن أنت ما ينفعش تقتل واحدة ست علشان تبقى محارب حقيقي، وإن أنت لازم تضحي بحياتك من أجل الناس اللي أنت بتحبهم. وقبل ما يموت كان عمال يتوسل أخوه إنه يقطع راسه علشان خاطر يبقى هو الزعيم الحقيقي للمحاربين ويعمل زي ما كان أبوهم معودهم من زمان. وعلى الرغم من إن لينجا ما كانش موافق على اللي بيحصل، إلا إنه كان شايف إنه لازم يعمل اللي أخوه عايزه واللي وصله إنه يعمله. في اللحظة دي كان عمال يفتكر كل الذكريات السعيدة اللي كان عايشها مع أخوه، وقد إيه هو كان بيواجه موقف صعب جدا لما كان مضطر إنه يقطع راسه بالشكل ده. وبينتهي الفيلم بموت ميلينج بعد ما بيقدر أخوه إنه يقطع راسه، وبيبقى هو زعيم المحاربين الحقيقيين. وبكده بنكون وصلنا لنهاية أحداث فيلمنا. لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد، وسلام.